شفتوا بقى الجمال ده؟ كله ده في الخلاط، وهنعمله بالسمنة البوتيفور. بالسمنة البوتيفور السريع جميل وهش، وهقولك ازاي تحافظي عليه وازاي ما يفرش منك، وتحافظي عليه واحدة بوحدتها كده لحد العيد. كل سنة وانتوا طيبين، وتعالوا بينا نشوف الوصفة. دلوقتي انا معايا كوبايتين سمنة متلجين مطلعاهم من التلاجة، وعليهم كوباية سكر بودرة. كوبايه سكر بودره. دلوقتي هنخلطهم في الخلاط. انا دلوقتي الخلاط عندي مش شديد قوي، فانا دلوقتي هنقلهم زي ما انتم شايفين كده. ما ملفش معايا دلوقتي، انا عشان انا حطيتهم دلوقتي زي ما انتم شايفين كده في الكبه بتاعتي الكبيره. الكبه بتاعتي شديده زي ما انتم شايفين. قعدت اعملهم جامد مع بعض كده زي ما انتم شايفين اهو. وهنحط اهو زي ما انتم شفتوا قوامه كريمي ازاي وجميل ولونه حلو ازاي. هنحط عليه بقى بضايه بفانيليا، وهنضرب لحد ما البيضه تختفي اهو. زي ما انتم شايفين هنحط البضايه بالفانيليا، وهنفضل نضرب فيه لحد ما البيض اصلا يختفي خالص. تمام يا حبايب قلبي. ودلوقتي هيبقى معانا 4 كوبايات، من 4 ل5 كوبايات دي. هتحطي من 4 كوبايات دي، وهتشيلي منهم معلقه، وتحطي عليهم معلقه نشا. النشا ما بحطش بيكنج باودر. البيكنج باودر هيخليه يفرش منك، احنا مش عايزينه يفرش دلوقتي يا حبايبي. انا في دقيق بيشرب من السوائل، وفي دقيق ما بيشربش. انا الدقيق بتاعي بصراحه قعد شرب مني، وزودت له سمنه. اوعي تزودي دقيق او ميه. لو انت مسكت العجينه ولقيتيها بتفرول منك وما لمتش، عشان الموقف ده بصراحه حصل معايا وقلت اقول لكم. هتلاقوا العجينه لو في الاول هتلاقوها فرولت منكم خالص وما لمتش، يبقى الدقيق بتاعكم ده بيشرب السوائل كتير قوي. فانا زي ما انتم شايفين كده اهو. بصي اهي شققت معايا ازاي. هتبقى الكوره هتلاقيها شققت معاك. انا هزود لها سمنه بس مش سايحه، سمنه اللي هي المتلجه دي اهي. وهتفضلي تلمي بايدك لحد ما ايه، لما تلاقي العجينه لمت معاكي، وفي القمع تلاقيها ايه نزلت معاكي بسهوله. لو انت حطيتيها مثلا في القمع وما لقيتهاش إيه نزلت بسهوله، يبقى هي هتحتاج ايه، هتحتاج انك تحطي عليها سمنه تاني. انا دلوقتي زي ما انتم شايفين انا قسمت العجينه لنصين. نص مش هعمله بالكاكاو، انا الكاكاو اللي عندي ده يعني ايه مش شديد، كاكاو اسباني، اللي هو مش الغامق، يعني الفاتح شويه زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا زي ما انتم شايفين انا طبعا في اول صينيه مش بيطلع معاكي يعني حلو، بيطلع معاكي مقطع مش عارفه ايه، عشان القرطاس انا لسه جايباه جديد. فبحاول ايه بجرب معاكم زي ما انتم شايفين اهو. زي ما انتم شايفين انا هعمل كل الكميه معاكم. ودلوقتي في حاجه عشان برضو ما يفرش منك، هتحطيه قبل العجن، يعني انت بتشغلي الفرن وتسيبيه 10 دقايق كده في التلاجة يمسك نفسه، علشان الرسمه تفضل زي ما هي، ما يفرش منك وما يفرش منك في الفرن. شايفين شكله عامل ازاي ده قبل؟ بصوا قبل الفرن زي شايفين شكله يا حبايبي عاملين ايه. دلوقتي بصوا ده تاني يوم بقى، ده تاني يوم بعد ما بصوا ده تاني يوم سبته ايه، يرتاح خالص. عشان انا كنت لحد الفجر والله سبته تاني يوم الصبح. لما صحيت قلت اشكله. دلوقتي بقى التشكيل انت ممكن تشكليه وتعينيه. انت هتشكليه زي ما انا بوريكي كده، وهتحطيه لحد ما ينشف خالص، الشوكولاته والفرماسيل اللي فيه ده ينشف خالص. وهتحطيه في علبه، في كل علبه هتحطي طبقه استرتش او طبقه كيس تلاجة. هتحطي طبقه، هتحطي الطبقه اللي فوقيها البيتي فور، والطبقه اللي بعدها كيسه وبيتي فور، وتقفليه. بس ما تحطوش في المطبخ، هتحطيه في مكان في تهويه، في الاوضه، في الصاله، في مكان، عشان الحراره بتاعه المطبخ ممكن تخليه يسيح في بعضه تاني. زي ما انتم شايفين بدل ما تيجي بقى في العيد. شوفوا بقى الجمال والعظمه، والله العظيم تحفه يا جماعه. وبصوا سهل وسريع وبسيط وعلى قد الايد. وبصوا بقى البتفورايه عامله ازاي. هتمسكيها كده، بصي هتمسكيها كده وهتبقى ناعمه معاكي ودايبه في البق. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش يا حبيبي تعملي لايك واشتراك في الفيديو عشان يوصلكوا كل جديد. واشوفكم باحسن حال واحسن صحه يا رب العالمين، وكل عام وانتم بخير والاسره الكريمه بخير. وما تنسونيش تعملوا لايك للفيديو. مع السلامه.